ازيك يا أنس؟ ايه ده؟ بقالي كتير قوي ما شفتكش. أيوة، عندك حق فعلا يا أحمد. أنا بقالي كتير مختفي شوية. مختفي فين يا صاحبي؟ أنا سألت عليك بس محدش رضي يعرفني أي حاجة. كتر خيرك يا صاحبي إنك سألت عليا. هما بس محبوش يقلقوك عليا. بس انت بس. طب فين شعرك؟ بص يا أحمد، أنا هحكي لك كل اللي حصل لي من البداية خالص، وهعرفك عشان تقول لكل أصحابنا في المدرسة وما يعملوش زي ما أنا عملت. ايه اللي حصل؟ احكي بسرعة. لو تفتكر يا أحمد أيام ما كنت باجي معاكم المدرسة، أنا كنت دايما أجيب معايا حلويات وشيبسي وحاجات مضرة كتير، وما كنتش عارف أبدا إن هيحصل لي اللي جرالي. طب وايه يعني؟ ما احنا كلنا بناكل كل الحاجات دي طبعا. أنا عارف يا أحمد إن أنتوا بتاكلوا كل الحاجات دي، وأنا كنت زيكم، بس كنت أكتر شوية. أنا كنت باكل كل الحاجات دي وما باكلش الأكل الأساسي بتاعي. باخد الحلويات معايا المدرسة وارمي السندوتشات اللي في اللانش بوكس، واكل حلوياتي والشيبسي بتاعي واشرب العصير، وما كلش الأكل المفيد الأول. يا نهار أبيض عليك يا أنس. وهي دي تصرفات دي بقى إن شاء الله؟ إزاي تاكل الحلويات قبل الأكل المفيد؟ كمل يا سيدي وبعدين. أنا فعلا كنت غلطان أوي يا أحمد، لأن أنا بسبب أكلي الغلط جالي مرض خطير، وقع شعري كله، وبقيت زي ما انت شايف كده. وكمان باخد علاج وأدوية كتيرة جدا. يا حبيبي يا أنس، ربنا يشفيك يا رب. استنى يا صاحبي، ما تزعلش عليا. أنا الحمد لله بتعالج وهبقى بخير في أقرب وقت. بجد؟ مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، قادر كريم يشفيني في غمضة عين. بس كل اللي أنا طالبه منك يا صاحبي إنك تعرف أصحابنا في المدرسة إن كل الحاجات اللي بيشتروها دي وبيجيبوها حاجات مضرة جدا. ممكن لو هم خلاص عايزين ياكلوها مرة مرتين كل أسبوع، مش كل يوم يا حبيبي. وكمان يخلوا بالهم قوي إن هم لازم ياكلوا أكل مفيد، واللي مامتهم بتعمله ياكلوه كله الأول، وبعدها الحاجات دي مش هتأثر فيهم، لأن هم هيبقوا عملوا مناعة قوية، وجسمهم ممكن يدافع عن أي ميكروب أو أي فيروس ممكن يدخل لهم بسبب الأكل الغلط اللي احنا ممكن ناكله. حاضر يا أنس، أنا هعرفهم كل اللي أنت قلته، وكمان هجيبهم نزورك في أقرب وقت.